السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. ما تقلقوش على بلدكم ابدا، ان شاء الله مصر بخير. امبارح لي اصدقاء كتير بعتوا لي رسائل على الواتس، وكنت اتمنى منهم ان هم يعلقوا على الفيديو بتعليقهم، وكنا هنجاوب. انا اجاوب، غيري هيجاوب، عادي ما فيش مشاكل. ولكن هم ليهم طريقتهم الخاصه اللي بيرتاحوا نفسيا فيها ومعنويا، وانا مع اي حد في اي طريقه هو شايفها صح. المهم هو سؤال واحد واتكرر من اكتر من حد، ان في الفيديو بتاع امبارح وانا بتكلم فبقول حتى الرئيس اللي ما جاش او الامير اللي ما حضرش فهو بعت عنه منيب مش مندوب، لان في فرق بين المنيب وبين المندوب. هو ده السؤال، ايه الفرق؟ انا هقولها بكل بساطه. المندوب عن اي حد فهو وظيفته يسلم رساله مكتوبه او مقروءه او شفويه او تحريريه. بنتكلم على الجزء اللي احنا فيه، مؤتمر القمه. فهنا الجامعه العربيه هو المفروض بيسلم الورق اللي جاي بيه للامين العام للجامعه العربيه احمد بيه ابو الغيط، وهو يقرا الرساله اللي جايه جوه المظروف ده، سواء كانت شفويه او كتابه. ده المندوب. لا، مش من حقه يقعد على كرسي الرئيس ولا كرسي الامير ولا كرسي الملك ويتكلم. ده المندوب، ده بيجيب الرساله وشكرا جزيلا بيقراها الامين العام او بيقراها رئيس الجامعه رئيس القمه في الوقت ده. اما المنيب عن الشخصيه اللي ما حضرتش، سواء كان ملك او امير او رئيس، فمن حقه بيجلس على الكرسي المخصص لبلده وبيتكلم. هنا لما بيتكلم هو الشخص بس اللي اتغير، لكن الرسالة مفادها واحد والشخصية لها احترامها، لان هو منيب عن الملك، منيب عن الامير، منيب عن الرئيس. بكل بساطة ده الفرق بين المنيب والمندوب. طيب، برضو اللي ما زالوا بيتكلموا بيهلفطوا بالكلام والقمة والقمة والقمة، لا، هي مصر قادرة بأمر الله على المواجهة في جميع المحافل لوحدها، سواء كانت محافل اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. هي قادرة بأمر الله لوحدها، ولما بتتكلم أو بتتصدر المشهد ما بتستناش رد فعل من حد. وهي من أول لحظة أعلنتها وقالت لا للتهجير، لا للقضاء على القضية الفلسطينية، لا المساس بالشعب الفلسطيني المتبقي منهم. قالت. لكن كون المجتمع الدولي يتخلى عن مسؤولياته ده امر يخصهم، يخص كل بلد. لكن هي لما اتكلمت وتصدرت المشهد ما طلبتش ان حد يقف معاها ولا يسندها. يا ساده يا محترمين، مصر قادره على حمايه حدودها من ناحيه السودان، من ناحيه ليبيا، من ناحيه اليونان وتركيا، من ناحيه الكيان. تخيل حضرتك جميع الحدود حواليك مشتعله وملتهبه، ومع ذلك محدش قادر يخش عليك بسلاح. يبقى هنا معمول لك بدل الحساب مليون حساب، بخلاف بعض الدول التانية اللي مش وقتها ان احنا نذكرهم بالاسم وايه اللي جرى لهم وايه الاراضي اللي اتاخدت منهم، ومحلك سر محدش قادر يعمل حاجه. لكن مصر ما اختفاش من ارضها شبر لغايه النهارده، ما فقدناش جندي واحد. احنا نقدر نحارب من غير ما نضرب طلقه رصاص واحده. ان انت اللي لازم اللي قدامك يعمل لك حساب. صدقوني يا ساده يا محترمين، لو اللي قدامك ما عملكش حساب كان زمان اللي حواليك كلهم في القاهره مش في الحدود، لا، كانوا وصلوا للقاهره منتصف مصر. فلازم اللي قدامك يخاف منك ويعمل لك بدل الحساب مليون حساب ويكش منك من غير ما تضرب طلقه رصاص واحده. رئيس امريكا ما هو هدد وقال لك انا باشاره مني اخلي اثيوبيا تهد السد، بيهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولما اتكلم قبل كده وقال لك جنرال، لو هو كان جنرال لما كان لابس البدله العسكريه سيدي الفاضل رئيس امريكا. رئيس مصر النهارده اسمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مدني بعقليه عسكريه، ما بيحكمش مصر ديكتاتور عسكري عشان تقول عليه جنرال. فمصر قادرة بأمر الله لآخر جندي في القوات المسلحة، وشعب مصر كله شعب ملوش مثيل.
غيور من الدرجة الأولى، والشبر في أرض بلده كأنها شرف بالظبط، محدش هيتقاعس. والسنين اللي فاتت والحروب اللي فاتت تدل على ذلك. الرجالة اللي طلعوا فدائيين والسيدات اللي جروا على المستشفيات عشان يتبرعوا بالدم ويشتغلوا في التمريض كفيلة. وفي أفلام وثائقية، مش أفلام سينمائية، في أفلام وثائقية سجلت الأمور دي، تقدروا ترجعوا وتتفرجوا عليها وتشوفوها. مصر عمرها ما تخلت عن دورها، عمرها ما تخلت عن دورها. وبأمر الله فلسطين للفلسطينيين، ولن يحكمها إلا الفلسطينيين. وهم النهارده عاملين زي الغرقانين اللي مش عارفين يلموا الدور. هم دمروا شعب أعزل بدون سلاح بسلاحهم المتطور. طب النهارده هم مش قادرين يكملوا في الدمار ده، لأن انكشفوا قدام العالم كله اللي بيها إن السلاح ما قدرش يرد لهم الرهائن. قوة السلاح وقوة الدبابات وقوة الطيران وقوة الRPG وقوة المدافع ما ردتش الرهائن. الرهائن راجعين بالطرق السلمية والمفاوضات اللي بتتم في مصر. في مصر، ما بتتمش في أمريكا، بتتم في مصر. يعني مصر ليها الكلمة الأولى والأخيرة، ووضعها الاستراتيجي داخل الشرق الأوسط. يا سادة يا محترمين، اللي في بعض الناس ممكن تنتظر سقوط مصر. طيب خلينا نقول ان مصر هتسقط فعلا. يفتكروا انها هتقوم قومه يعني للشرق الاوسط بعد ذلك؟ من رابع المستحيلات. مصر الدوله الوحيده اللي ما فيهاش قاعده عسكريه لغايه النهارده، ومش هيكون فيها قاعده عسكريه لاي دوله اوروبيه. وقعت مصر، الشرق الاوسط كله يعتبر احتل من غير ما يضربوا طلقه رصاص. ليه؟ لان ما فيش دوله ما فيهاش قواعد عسكريه. ما فيش بلد ما فيهاش قواعد عسكريه، ما فيش مملكه ما فيهاش قواعد عسكريه. يعني يقدروا من هم جوه قواعدهم يطلعوا طيران يعمل حظر تجول لاهالي البلد، ما حدش يخرج وما حدش يدخل. لان مصر وقعت. لكن بامر الله مصر في عز ما كان السلاح بتاعها مش متطور في السنين اللي فاتت والحروب اللي فاتت، ومع ذلك قدرت تصمد وقدرت تبعد المحتل وتبعد الاحتلال وتبعد الهجوم اللي كان بيدخل عليها من دول عظمى. هي قادرة النهاردة في ظل وجود أسلحة متطورة. ولكن نحن دولة ندعو إلى السلام، نحن دولة مسالمة إلى أبعد الحدود. لكن تيجي عندي وتنكشني فلازم يكون في ردود، وردود رادعة. فبأمر الله ما تخافوش على بلدكم. جاوبت لحضراتكم على السؤال اللي اتسأل، طمنتكم على الوضع اللي احنا فيه. بأمر الله اللي عاوز يعمل حاجة كان عملها، لأن هم عملوا في دول كتير حاجات من غير ما يستأذنوا. لكن اللي بيحصل هو مناوشات نفسية عشان يشككك في الحاكم، عشان يشككك في قواتك المسلحة، عشان يشككك حتى في نفسك. فلازم يكون إيمانك بربنا كبير، إيمانك بقواتك المسلحة كبير، إيمانك بالأرض اللي انت واقف عليها كبير، عشان يبقى إيمانك بنفسك كبير. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.